إياك تعمل الأخطاء دي وبالذات في مجال الطباعة. هنعدي على 4 مراحل، أولهم مقاس التصميم. تقول لي طب ليه المقاس مهم؟ هقولك لأن هو اللي بيحدد حجم التصميم النهائي، ولو المقاس غلط ممكن يطلع تصميم مقطوع منه حتة معينة، والحتة دي ممكن تطلع مهمة جدا في التصميم. فخلينا نعرف المقاسات الأدق في الطباعة. وبعد ما عرفنا مقاس تصميم الطباعة، خلينا نروح لنقطة مهمة جدا معانا وهي الكلر. لازم تبقى فاهم ان اللون اللي بتشوفه على الشاشة مش هو نفس اللون اللي بتشوفه على الورق، ولو استخدمت لون غلط فالتصميم بتاعك هيطلع مطفي او مشوه. دي الوان لازم تتجنبها في تصميم الطباعة بتاعك. بعد كده نروح في الجزء الثالث معانا في تصميمات الطباعة وهو الخط. الخط من العناصر مهمة جدا معانا، فعشان تستخدم خط في المطبوعات وتضمن انه يكون واضح بعد الطباعة فلازم تكون دافع عشان تستخدم الخطوط دي. خطوط زي ايفينير ارابيك او GESS يونيك او 2، دي خطوط عربية مدفوعة، لو انت معاك من لازم تكون شاريها. لا يا سيف، سيبك من الخطوط المدفوعة وخلينا في الخطوط المجانية دلوقتي. الخطوط دي بتبقى واضحة جدا وبتوصل الرسالة بشكل مباشر.